بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل هذا الصباح أيها الأحباء، ونحن في اليوم السابق لعيد إعلان صعود أمنا العذراء مريم. هذا الإنجيل هو إنجيل العذارى الحكيمات، الخمس الحكيمات والخمس الجاهلات. والكنيسة تعلمنا أن نقرأ هذا الإنجيل دائما في تذكارات القديسات والشهيدات بصفة عامة. والنهاردة لأنه تذكار للقديسة مارينا الراهبة، واستمعنا لسيرتها في السنكسار، وده تذكار ثابت دايما في التاريخ ده. بيفكرنا بالنفوس العذراوية. النفوس العذراوية تعني النفوس التي تحمل المسيح في قلبها كل حين، والمسيح في حياتها كل حين. وإحنا بنحتفل بأمنا العذراء مريم، وبنحتفل بالقديس ماري مرقس. ماري مرقس لما جه مصر طبعا مشى على هذا الطريق قادما من ليبيا، ومر ضروري على المواضع اللي احنا فيها دلوقتي. وبنحتفل كمان بالقديسة مارينا الشهيدة صاحبة هذه الكنيسة، والقديسة مارينا الراهبة، ونحتفل أيضا بالقديس حبيب جرجس الأرشدياكون. هذه 5 نفوس عذراوية نحتفل بها كالعذارى الحكيمات في مثل العذارى الحكيمات. ويجي السؤال قدامنا، هو طريق القداسة مفتوح لنا كلنا ولا الناس ناس؟ يعني هل يمكن أن يصير الإنسان فينا قديسا؟ ممكن. والنماذج اللي احنا قلنا أسمائها دهيت هي نماذج ناس كانوا زينا بالظبط، وعايشين زينا وتعرضوا لحياتهم البشرية، ولكن اختاروا. حط خطين تحت كلمة اختاروا طريق القداسة. كيف يمكن أن يصير الإنسان قديسا؟ عندنا كليات كتيرة بتخرج نوعيات، عندنا مهندسين وأطباء ومحامين ومحاسبين ونوعيات من كل شيء، لكن يا ترى في كلية بتخرج قديسين؟ ما هيش كلية، ده هي حياة. والوصية بتقول كونوا قديسين كما أن أبوكم قدوس. فدي وصية، يعني مش الحكاية أن أنا أبقى كده ولا ما بقاش، لا، ده التزام للإنسان الساعي في طريق الملكوت. وربما تكونوا سمعتوا النهاردة في البولس بيتكلم بيقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. عبارة جميلة قوي. استيقظ أيها النائم، احنا كلنا صاحيين. وقم من الأموات يعني من الخطايا، فيضيء لك المسيح. المسيح ينور في قلبك. وبعد كده يقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. هنا بقى لا كجهلاء بل كحكماء يفكرنا على طول بمثل العذارى الحكيمات والجاهلات. هو الفرق ما بينهم ايه الحكيمات والجاهلات؟ فرق بسيط قوي، ان الحكيمات قدروا يقدروا قيمة الوقت فاستعدوا. الجاهلات ما قدروش قيمة الوقت، عشان كده ما استعدوش. فكأن استعداد الإنسان دايما مرتبط بالوقت، والوقت يعني العمر كله. إذا أردت أيها الحبيب أن تصير قديسا، وإذا أردت أن أيتها المباركة أن تصيري قديسة، يمكن أن نضع 3 مبادئ تساعدنا في حياة القداسة. الإنسان القديس هو الذي يأخذ المسيح كل يوم. يأخذ المسيح.
بيتعامل المسيح كل يوم وياخد المسيح في قلبه كل يوم. تقول لي طب ناخد المسيح منين؟ أقول لك في مصادر كتير. أول مصدر إنجيلك، إنجيلك اللي في بيتك اللي بتقرأ فيه. اوعى يكون الإنجيل هو مجرد زينة أو شكل. الإنجيل هو الوسيلة اللي من خلالها ممكن أتقابل مع المسيح يوميا. ده مش يوميا، ده كل ساعة لو حبيت. فخذ مسيحك من إنجيلك وانت بتقرأ وانت بتذاكر وانت بتدرس وانت بتتأمل وانت بتحفظ في كلمة الله المقدسة. ويقول لنا الكتاب الكلام، المسيح يقول لنا الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. فلكي ما تنال حياة القداسة ابدأ بإنجيلك كل يوم بتاخد منه. كمان ممكن تاخد إنجيلك، تاخد المسيح في الأسرار اللي بتحضرها، سر الاعتراف وسر التناول. ما أنت تأخذ المسيح، ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. وهو ده طريق القداسة. ده أنت كمان ممكن تاخد المسيح من خلال كتب الصلوات زي الأبصلمودية وزي الأجبية. الأبصلمودية مجموعة من التسابيح مأخوذة من الكتاب المقدس، والأجبية مجموعة من المزامير مع قطع من الأناجيل وقطع صلوات. اتعامل قدامك زي واحد كده قدامه مائدة طعام فيها نوعيات مختلفة، ممكن ياخد من هنا أو من كده أو من كده زي ما هو عايز. كمان ممكن تأخذ المسيح من سير القديسين اللي سبقونا، اللي مشوا في الطريق. ده الواحد لما يجي مسافر حتة جديدة أو رايح شغلانة جديدة يدور على حد يكون اشتغل الشغلانة دي، يقول له بتعملوا فيها إيه وإيه نظامها وإيه عملها وإيه قوانينها. فبناخد في السنكسار وبنتقابل ويا قديسين عاشوا وصاروا في طريق القداسة، زي ما سمعنا النهاردة سيرة القديس حبيب جرجس وسيرة القديسة مارينا الراهب. وكل يوم السنكسار ده كتاب يومي بناخد منه. إذن أول خطوة في أنك تسير في طريق القداسة أنك تملك وتأخذ المسيح في قلبك وفي فكرك كل يوم، مش مجرد قراية عابرة، لا ده أنت بتعيش. وهذا هدفه أن تبني علاقة شخصية بينك وبين مسيحك، يبقى فيه ود، في علاقة قائمة ما بين شخصك وما بين شخص ربنا يسوع المسيح. دي أول خطوة في طريق القداسة. الخطوة الثانية، والخطوات دي بنشتغل فيها ويا بعضها مش بالترتيب كده يعني. الخطوة الثانية أنك تحاول أن تطرد الخطية من قلبك ومن حياتك كل يوم. كلنا بنتعرض لأخطاء كتيرة، مرة باللسان، مرة بالفكر، مرة بالفعل، مرة بجميع الحواس، أشكال متعددة. طب الواحد يعمل إيه؟ احفظ ثوبك طاهرا، احفظ فكرك طاهرا، احفظ قلبك طاهرا. فالإنسان الذي يسير في طريق القداسة هو إنسان مشتمل بالفضائل، بيطرد الخطية. بغلط بلساني كتير، هبتدي أضبط لساني، وزي ما داود النبي بيعلمنا ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. ده داود النبي اللي بيقول كده، ما بالك احنا بقى كلنا عايزين نضبط لساننا جيدا. وقيس على هذا كل أنواع الخطايا الصغيرة والكبيرة والظاهرة والخفية واللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. الإنسان يجتهد أن تكون حياته نقية.
ونقرأ كده في الكتاب المقدس يقول توبني يا رب فأتوب، ساعدني على التوبة وساعدني أن أكون أكثر بياضا أمامك، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. يبقى إنسان بيطرد الخطية كل يوم في حياته. يبقى أول خطوة بياخد المسيح بالمصادر اللي قلت لك عليها، بيطرد الخطية من حياته بكل وسيلة ممكنة. نمرة 3، الخطوة الثالثة، أنه إنسان يشتاق إلى الأبدية كل يوم. في حاجات كتيرة بتزغلل عينينا على الأرض، حاجات كتيرة، أشغال وغير أشغال، وأموال وغير أموال، ومناصب وغير مناصب، والحاجات دي كلها. لكن الإنسان السائر في طريق القداسة هو إنسان له حنين، اشتياق في قلبه نحو السماء. دايما السماء شغلاه، دايما السماء يفكر فيها. وعشان احنا في منطقة هنا منطقة ساحلية قدامنا البحر على طول، يقولوا كده الإنسان يستطيع أن يتلاقى مع الله في 3 مواضع. الموضع الأول البحر، اللون الأزرق ده، إن الإنسان يقعد قدام البحر كده يتلاقى مع المسيح، يترك العالم وراءه. والموضع الثاني الريف، الخضرة، والخضرة دي النباتات دي اللي عاملها ربنا بالأشكال والألوان اللي بنشوفها. والموضع الثالث البرية أو الصحراء، لأن في الصحراء الإنسان يتخلى عن كل شيء ولا يجد له معين إلا الله. فالإنسان الذي يشتاق لله ويشتاق للأبدية، يشتاق للسماء، هذا الاشتياق يخلي الإنسان دايما واخد باله من نفسه، ويخلي نفسه ماشي في طريق القداسة. والكنيسة بتعلمنا حاجة جميلة قوي، سواء في القداس أو في التسبحة يوجد مجمع القديسين، نذكر مجموعة من القديسين، أولهم أمنا العذراء دايما. طب ليه بنذكرهم؟ يقول لك يلا جدعا عشان تبقى واحد منهم، عشان تقدر تعيش وياهم، عشان دايما يكونوا فكرك وتبقى واحد منهم. نذكر القديسة مريم العذراء، ونذكر الشهداء، ونذكر الملائكة، ونذكر الآباء الرسل، ونذكر أنواع عديدة من القديسين عشان دائما نشتاق للسماء. دايما احنا متعودين نسمي كنايسنا على أسماء قديسين عشان يبقى الإنسان دايما ذهنه مرفوع للسماء حيث مواضع القديسين. إذا أردت أن تسلك وأن تسير في طريق القداسة وأن تتجمل بالفضائل وأن تعيش الحياة النقية، فخذ المسيح في قلبك كل يوم، وابعد عن كل خطية واطردها من حياتك كل يوم، واشتاق إلى الأبدية واشتاق إلى السماء كل يوم. زي ما سمعنا في سيرة القديسة مارينا، رغم أنها تعرضت لظلم وقعدت في الظلم دي عشرات السنين وظلم شديد، إلا أنها احتملت. فالاحتمال صفة من صفات القديسين، طول البال وطول الأناة صفة من صفات القديسين، والصفات كثيرة زي ما بنعددها في حياة وتذكارات أمنا العذراء مريم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العذراء. عيد العذراء غدا إن شاء الله، بس يعني مزودين الصيام يوم يعني زيادة معلش كده عشان جاي يوم جمعة، ونعيد بالطعام يوم السبت إذا أراد ربنا وعشنا. وصوم العذراء بيبقى هو الصوم الأخير في السنة القبطية، وبعد أيام بنحتفل بعيد النوروز، نهاية سنة قبطية وبداية سنة جديدة. وعليكم خير. المسيح يباركنا بكل بركة روحية ويحفظنا في اسمه القدوس، له كل مجد وكرامة من الآن.